السلام عليكم متابعينا الكرام، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وخلونا نروحوا مباشرة للوصفة تاعنا نتاع النهار. اليوم قلت خليني نقلش ولادي بعشاء كما يحب الخاطر. درت خبز الدار مع ليميني هكا همبرجر ولا كيما تحبوا يسموهم، ليكورني صغار هكا بهذا الخبز المنفوخ، مع سلطة دو فروي لا سالاد جو طبيعي. درت لهم هكا كوكتيل باش نوعت لهم عشاء خفيف ظريف. خلينا نبداو بخبز الدار. نجيبو زوز تاع سميد رطب مع واحد فرينة، كاس تقدري تدي القيس اللي حبيتيه، مغرفة ونص صغيرة تاع سكر، مغرف كبيرة نتاع خميرة الخبز، مغرفة ونص تاع ملح. القيس تقدري ديري دوبلي برك الكمية كما كنت نقولكم، راح تحصلي على كمية اكتر. انا بالنسبة لي هذه الكمية راح تكفيلي. راح نخلط كاع هذوك المكونات ونزيد ملعقة كبيرة تاع زيت. راح نبسس هذيك الزيت حتى تدخل في المكونات، ونبدأ نلم فيه بالماء. الماء دافئ. هنا كي ديري الخميره وكي ديري الخبز توجور ديري الماء، ديريه دافي، ما ديريه سخون ما ديريه بارد. ونبدا نلايمها. وين نشوف صاي تلمت معايا ولا طريه نحبس الماء. هنا ماهيش حط ديري كاع هذا الكاس، خاصك الكاس كيما اللي كيلت به تقدروا ديروا به الماء. غير ولا شتي السميد من داك يزيد يشرب تزيدي قطره تاع الماء. هنا راح نحاول ندلك دلك بسيط ونحاول نجمع كاع هذيك السميد والفارينه. وندلك دلك بسيط وخفيف، يعني هذا الخبز ما راهش متعب نهائيا ورابيد، ما يطولش. تعجنيه وتستناه فقط هذيك 15 دقيقة يخمر، وتحليه 15 دقيقة أخرى يطيب يخمر باش تدخليه للفرن. تعسيه يطيب وهو راهو واجد. راح ندلك هذلك هكا، اني عجنتها شوية. كما قلت لكم راح نحاول اني ندير معكم وصفة تاع خبز وواش طيبت خلال اسبوع، يعني قدر المستطاع. هنا راكم تشوفوا كيفاش ولات طرية تلعب في اليد. صاي لايمة، ندير قطرة تاع زيت في اليد ونمسحها هكا من الفوق. نروحوا نجيبوا السلوفان ولا الساشي، الحاجة اللي حتغطي بها العجين تاعك، ولا كنتي عندك بورتمونجي بالغطاء تقدري تعجني فيها ديريكت تغلقي عليها، يعني الحاجة اللي ساعدتك. وهنا راح يبقى نستناوها 15 دقيقة وراح تكون واجدة بإذن الله. جبت شوية ماء حامي ودرتها فيه باش تطلع لي رابيد، خفتها قاع ما تطلعش اليوم الجو كان بارد. هنا دوكا وين طلعت لي العجينة، شوفوا جات ما شاء الله، تنفخت. هذاك الماء ساعدني بزاف باش طلعت لي رابيد، يعني تدي معايا 15 دقيقة لا أكتر لا أقل. هنا راح نبداو نفتحوها، نحلوها شوية، نحولها الخمار هذاك. هكذا غير باليد ندورها نلايمها. راح
راح نقسم العجينة هذه على 2 وكل جزء راح نقسمه على 3. هكذا ونحطهم. هذا الجزء راح نقسمه نحلو وحدة باش يعودوا لي 4 خبيزات ملهيه، والباقي راح نديرهم لي ميني كورني هذوك بهاد العجينه تاع الخبز المنفوخ. هادو لايمهم 2 راح نسحقهم، راح نخدم بهم لي ميني خبيزات لي ميني كورني، راح نديرهم على هيئه كورني، فكرهم بلا كريم مازال ما دخلش وقت لا كريم باش نعطي لهم. دونك راح نجيب سميد راح نحطها في السميد باش تتحل معايا آلاز. وهنا راني حبيت نقول لكم بلي راني فتحتها بزاف رقيقه، اللي تحبوا يجي منفوخ شويه زياده ما تحلهاش كيما حليتها انا اليوم، وشني انا ما حبيتش يكون فيها هذاك القلب تاع الخبز. بالنسبه لي انا ما نحبوش بزاف ودرتهم صغار. كاين اللي يقولك هادو راهم صغار بزاف، انا درتهم صغار باش يقدروا ولادي يحكموهم، ما يجيش الخبزه كبيره عليهم. نجيبوا البلا تاعنا ونحطوا البابي كويسون نقصوه، راح نحاول باذن الله نشارك معكم كل وصفاتي، راح نحاول على قد ما نقدر نشارك معكم كل وصفات اللي نعرفها واللي راح نديرها بربي ان شاء الله. واللي حاب يتابعني في الخياطه يتابعني على باج تاعي في انستغرام، دوك نخليها لكم في شريط الوصف. هنا راح نكمل نحل الخبز تاعي كامل وراح نقصه، نحب نقصها نديرها نص خبزه باش ولادي كي دوموندي ونعطي لهم باين ما يفسدوش، يعني الخبزه كومبلي اخترت ياكلوا نص. على بالكم الدراري كيفاش نحب نوع لهم هكا توجور باش يبقى لهم لابيتي يفرحوا. قد ما ديكوري للدراري اي حاجه ديكوريها لهم ولا تحطي لهم هكا في طبسي شباب راح يزيدوا يحبوا ياكلوا. راح تتخلصي من مشكله ما حبيتوش ولا ما ناكلوش، ولا ديما تخلقي للطفل جو كيفاش هو ينسجم ويحب هذيك الحاجه. هنا راني كملت هادو الخبزات كيفاش جاو، راح نخليهم يخمروا داخل الفور ونوري لكم. هنا الخبز تاعي راه خمر، راح نشعل عليه الفور. نشعل الفور تاعي ونخليه يسخن شويه، ومن بعد نرجع ندخل الخبز لداخل يطيب هكا. هنا سخن لي، راح نحط الخبز تاعي ونعسو. اهم حاجه تعسي الخبز. هنا هكذا راهو طاب تلسويت يطيب يعني ما يبطاش. راح ندخل البلا دوزيام، نغلق عليه ونعسو تاني، ما نخليوش ونغفلو عليه هكذا. هنا راهو طاب. هنا راح نغطيه باش ما يبقى ليش هكا كي طيب يجي تشوفيه يابس. كي تحطي عليه الطرشون هذا راح يطرى معاك ويجي ما شاء الله. خليوه شويه ونوليو ليه. هنايا انا ولينا له، راح نحطوه في السله. وهذا هو الشكل النهائي تاع الخبز تاعنا كيفاش جا، راح يجي طري ما شاء الله. ويعجبني الخبز هذا كي بات ما يتبدل فيه والو. اهم حاجه الا حبيتيه يبات الغدوه ديري له ساشي وتخليه، ما تخليش هكذا للهواء راح ييبس، وما تدريش الساشي وهو سخون. شوفوا
من 2 كيسان سميد وكاس فارينة واش يخرج لي. انا النصف تاع الكميه هذه راهي كفات لي للعشاء. يلي العائله تاعو كبيره بينسو راح يضاعف الكميه. دوكا باش نوجد لي كورني هادو، راح نبدا بلا صالات باش ياكلوا الماكله سخونه. سما راح نوجد نحي لا صالاد من الطريق، حبه خيار مع حبه طماطم، نجيبوا الفرشاطه ونزقزقوها شويه ديكور. راح نقطع الخيار تاعي كاع لي رونديل، انا يحبوه كيما هكذا لي رونديل. علمتهم في الصباح في المساء في وقت اللي يجوعوا في معاهم يدوا ليكول ديما الخضره، يعني ياكلوا الخضره هكا ناتورال، ومنديلهم لا خل لا والو، زيت زيتون والملح. هكذا راح ندير لكل واحد الطبسي تاعو باش نعرف كل واحد واش شبع ما شبعش كلا ما كلاش، وياكلوا بعقلهم ما يبقوش مزروبين ولا على بالو بلي الطبسي هذاك راهو تاعو ما يتقلقش. وكان على الطباسي بزاف وكاع راني هنا نغسلهم، ربي يدومني ليهم ويدومهم لي ان شاء الله. اهم حاجه انهم يتغداو وياكلوا بيان. هنايا راح نقطع طماطم تاني لي رونديل. والله انا ولادي يموتوا على لاصالات كيما هكا. راح نكمل نجهز لاصالات، يعني اليوم راني قلشتهم، زدت لهم هذه الكريمة الجبن الطازج مليح للأطفال، شغل كي ياكلوا شوية خضرة شوية هكا جبن. تتأكدي انهم يعني نوعتي لهم، يعني كي تروحي ترقدي راكي متأكدة بلي ولادك تغداو غذاء كامل وماكلة تاع الدار وبيا، انا نكون مرتاحة. اهم حاجة الدريكي ياكل. هنا لاصالة تاعي راهي وجدت كيما راكم تشوفوا، هذه نتيجة تاع لاصالة. من هذه لاصالة راح نروح نوجد لاصالة دفروية. قلت لكم اليوم راني قلشتهم. نجيب شوية ديك الفاكهة اللي كانت عندي، خوخ، كان شوية مشماش والبنان، وهذه نكتارين. راح نقطع كلش بتيكاري. راح نحاول دايما انه نعطي الاولاد تاعنا اهمية هكا وقيمة باش يحسوا هكا بالكونفيونس في رواحهم، يعني ثقة النفس انتي تبنيها في الطفل. صافي من درك تتعلمي انك تعطيله ياكل حاجة صحية وبطريقة يعني تقيميه كي يجي ياكل طابلة وكاس وطبسيه ولا سلطة هكا، يحس بقيمته الطفل ويحس روحه حتى الماكلة يستمتع بها. وانا ديما نحب نعشيهم هما الاولين ومن بعد باش نتعشى انا. واللي يقدر خطرة في السمانة فاكهة، خطرة في السمانة، خطرة في السمانة ولا أكثر خطرتين على الأقل خضرة، جو طبيعي، سوب خضرة. يعني تحاولي دايما انك تعطيهم الفايدة الحاجة هكا خضرة، ما تكونش يعني اوبليجي انك تطيبي هذيك الحاجة. تعلميهم ياكلوا الخضرة هكا ديريكت، وتعلميهم ياكلوا الفاكهة مربعات كما هكا. الفاكهة نحبهم يستبنوا كل حاجة يعني. بالنسبة لي أنا هذه طريقتي، وعلى الأقل سيرتو في بداية الشهر راح تروحي تجيبي المصروف وحتعرفي كيفاش تجيبي تقضاي لولادك الحوايج اللي يفيدوهم. تنوعي لهم في كل موسم يذوقوا فاكهة، يذوقوا ديك الحاجة يعني يشبعوا منها، ما يكونوش يكبروا هما ما تذوقوش. سيرتو طفل كيعود صغير هو يطعم بشكل يعني طبيعي. نحاولوا ما نديروا لهمش سكر يعني بالبزاف. هنا راني استعملت لهم سكر تاع التمر. هذا سكر تاع التمر فيه فيتامينات، يعني انا عجبني بزاف، نحب نديره لهم هكا في كيما هذه فاكهه مش محتاجه بزاف سكر، راح نديلها برك هذاك السكر. هو صح ما
ماهوش حلو بالبزاف بصح مفيد. وهنا مانيش محتاجة السكر بالبزاف، يعني كلها فاكهة حلوة. راح ندير لهم شوية ديكور، نجيبوا حبة تاع شوية تاع بنان، روندال بنان، واني نقيت المشماش نحيت له القلب. راح نجمعه دركا نص مع نص ونلمو هنا، ونزيد حبة الفريز هكذا. وكنت نقيس في الفريزات، قلت لازم لي فريز يكونوا قد بعضها، مش هذاك كبير هذا صغير. نحاول نديرهم كل شيء كيف كيف باش هكا ما يتغيروا ليش، يغيروا على الدراري من بعضهم. والباقي تاع الفواكه راح نكمل نقصه ونضيفه للخلطة. حنا نبدأ نخلطها. حنجيب شوية تاع قارص هكا باش يحافظ لي على هذيك الأصاد الفروية الطازجة. القارص كيما المادة الحافظة. ويزيد يذوب لي هذاك السكر، وراح نضيف له شوية تاع ماء الزهر. احنا ذقتها لقيت باللي ماهيش حلوة، ناقصة الحلاوة، زدت لها 2 ملاعق صغار، زدت لها شوية ماء الزهر. نبدأ نعمرهم شوية الياقوت من الفوق، وراح نغرس فيهم هذوك اللي خدمتهم تاع الفواكه. وهذه كانت النتيجة. ان شاء الله تعجبكم السلطة الدفخوي اللي درتها للاطفال اليوم. واللي عجبته الوصفة يكتب لي في التعليقات. ومن هنا راح نروح مباشرة للعصير. هنا حندير لهم عصير طبيعي اللي هو عصير تاع الزرودية، الجزر احنا نقولوا له زرودية. حنزيد ماء بارد ونخلطهم مليح. نجيبوا صفاية رقيق، وراح نصفي هذيك الزرودية. راح نحي غير الماء، واللي يبقى راح نعاود نرحيه. حنضيف له شويه ماء واحد اخر، ونزيد نرحيه حتى ما نتاكد بلي راني هذيك الزروديه امتصيت منها كل هذاك الفايده والماء والكولور. ما يبقى والو يعني. هكا نعصرها مليح، نقطرها كاع من هذاك الماء. راح نعاود نرجعها في الخلاط، ونزيد لها شوية تاع الماء. كي نزيد نرحيها، نزيد نخلطها. هنايا سيبو راح نتخلص من الباقي، نقطره مليح من الماء تاعو، نصفيه مليح. وهذا راهو يجي روعة، انا يعجبني. وجزر كيعود عندك الزرودية زايد ديريه. حليته بشوية سكر تاع التمر، وهنا درت شوية سكر وشوية نتاع
الكركم. وهنا بعد لا كملت هذاك الجي تاع الزرودية صفيته وزدت له كاس تاع قارص وزوج ملاعق سكر عادي وزوج ملاعق سكر تاع التمر الفيتامينات. هنا ضفت السكر العادي لانه فيه القارص يحتاج انه يكون فيه شويه حلاوه باش يشربوه لي. هذه النتيجه وان شاء الله تنال اعجابكم. بعد لا كملت لا سالاد وسلطه دو فروي والجو راح نروحوا للبطاطا نقليوها باش نعمر هذوك لي ميني كورني اللي درتهم. انا خليت هذا البطاطا هي الاخرى باش تكون هكاك سخونه. راح نزيد لهم معاها شويه صدر تاع الدجاج كاريات راح نقليه مباشره. راح نروح طريقه صنع لي كورني هذوك. هنا تقلالي بطاطا تقلات وصدر الدجاج تقلى. راح نفرغهم في طبسي وراح نبدأ نفتح الخبز تاعي ونعمر. راح نقطع شوية تاع الكاشير شوفوا كيفاش جاو صغار. هاي تحلت معايا نورمال. راح ندير شويه مايونيز. اللي يحب يدير المايونيز داخل الخبز يدير، بصح انا برك وريت لكم هكا كيفاش كندير المايونيز. راح نحط لهم في الطبسي المايونيز راح ينقعوا وحدهم، خاطرش كون ما يشوفوهش في الطبسي يقول ماما ديري لي مايونيز ما درتيش. فحندير لهم في خطره واحده نحط لهم في الطبسي يشوفوه هكاك باش ما يزيدوش يديمونديوه. نحط لهم شويه كاتشب شويه تاع المايونيز هكا في الطبسي خير. راح نكمل هنا مانيش حنزيد ندير مايونيز. راح نعمر فقط الحشو تاعي الداخل. وراح نكمل الكل بهذه الطريقة. راح نكمل الكل هذيك ندير لهم زوج راح يكفيوهم. واللي يحب يزيدها وكاين الخبز راح يبقى من البطاطا بيان سور. وهذه النتيجة. راح نعيط لولادي. شو خدمات عيطتش انتي منسي؟ كما راكم تشوفوا راهم جاو معايا راح يغسلوا يديهم قبل ما ياكلوا بيان سور. راح نستناهم في الكوزينه. هاهم جاو كل واحد يعرف البلاصه تاعو من المغرف لا كولور تاع المغرف. صحيت يا ماما. ايش صحيت يا ماما. صحيت يا ماما متسكر مكلايك يا حمد. صحيت يا ماما متسكر مكلايك يا حملة. لا شو قارق بالماكله. بسم الله الرحمن الرحيم. معروف. هذه كانت نهاية الفيديو تاعنا نهار اليوم. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم ديروا جام وديروا اشتراك وما تنسوش تعطوني رأيكم في التعليقات. الى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله.